السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا معانا كفتة. أجمل كفتة تعمليها في بيتك، اقتصادية وسهلة. ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تعمليها مع مكرونة سباجيتي زي ما انت شايفة. وصراحة يعني من لا شيء هتعملي وليمة وعزومة كبيرة وانت مغمضة عينيكي وناجحة 100%. ازاي؟ تعالي شوفي معايا الأول، شوفي المقادير معايا سهلة وبسيطة. معايا كوباية من العدس الجبة، ومعايا كوباية من الفريك، ومعلقة لحمة مفرومة مفيش غيرها، ومعايا قرن فلفل، على وحدتين 3 فصوص توم، وحتة ليه زي ما انت شايفة، وبصلاية. بس ادي كل مكوناتنا، سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص معاكي. يعني هتعمليها وانت مغمضة عينيكي، وريحة الكفتة صراحة هتقلب معاكي الشقة كلها او العمارة كلها. تعالي كده نشوف كل المكونات بتاعتنا دي هنحطها في الكبة او تحطيها في مفرمة، اي حاجة. اهم حاجة انك تفرميها كويس وتنعمي كل المكونات اللي انت شايفاها: البصل، على الفلفل، على اللية، على فصوص الثوم، على كوباية البرغل او كوباية الفريك، وعلى اللي هو معلقة اللحمة المفرومة. وكل المكونات دي هنفرمها كده وننعمها. وتعالوا نشوف هنضيف عليها ايه. معانا 3 وحدات من البطاطس، سلقتهم كده يعني تسلقيهم، وبعد كده تروحي تضيفيهم على المكونات دي. كل ده هيزود معاك القيمة الغذائية. عندك العدس قيمة وسعرات حرارية يعني زي اللحمة بالظبط، القيمة بتاعته. وعندك طبعا البرغل أو الفريك المدشوش، لازم تكوني نقعاه قبلها بساعتين كده تقريبا، علشان يبقى طري معاك وناعم. كل المكونات دي هتفرميها مع بعض، وكلها فعلا يعني كلها بروتينات وحاجات ليها قيمة. كل الحاجات دي هتديكي نكهة. وأهم حاجة اللي هي طبعا تكوني فرماها معاهم، لأنها بتزود طعم اللحمة في الحاجات اللي احنا حطيناها كلها دي. حطينا ملح، حطينا جوز الطيب، حطينا كيس اللي هو خلطة الكفتة، وجوزة الطيب، وملح وفلفل أسود. ولو عندك برضو كيس فيجيتار حطيه. كل ده والسبع بهارات في اللحمة ضيفيها. كل ده بيعزز معاكي ويديكي يعني نكهة قوية للحمة اللي انت ضيفاها، وهيحسسك فعلا انك انت بتعملي كده كفتة، بتعملي حاجة فيها ريحة اللحمة وقوية جدا جدا. مش هتندمي ومش هتبطلي تعمليها. بس هقولك على اهم تركاية في كل الحاجات اللي انت عملتيها. شفتي نعمتها ازاي؟ بعد ما نعمتها عجنت الخليط بتاعي ده كويس جدا، الملح وكل اللي فيها. بعد كده تصبعيها، تدوريها، تعمليها زي ما انت تحبي. انا حبيت اشكل واطلع منيها شكل كده ايه مختلف عن كل اللي بنعمله. يعني عملت قرص كده زي البرجر، فكان طعمه خطير وحلو خالص. صراحة يا جماعة، الكفتة اللي احنا عاملينها دي لازم تكون تشوي في النار، يعني تشوي شاوي. ما ينفعش تقليها في الزيت، لانها في الزيت معاكي مش هتطلع حلوة، مش هتطلع معاكي مظبوطة. اشويها وحطيها على الفرن كده دهنة من الزيت، أو مسحة بين السمنة على الصينية بتاعتك، وحطيهم وشويهم. وبعد كده معاكي عيش كيزر، عايزة تعمليه سندوتشات اعملي، تنجز معاكي غدا وعشاء، وسريعة وسهلة واقتصادية فعلا فعلا. حاجة من الآخر تحفة. لو معايا لحد دلوقتي ما دوستش لايك، يا ريت تدوسي لايك والشير وكومنتاتكم بتفرحني وبتسعدني. كده خلصنا، هنخلص كل التشكيل بتاع الكفتة بتاعتنا. عايزة تصبعيها صوابع صبعيها، عايزة تعمليها دوائر اعمليها، عايزة تعمليها كده زي البرجر اعمليها براحتك. يعني كله ينفع معاكي. الخلطة دي جميلة وجبارة فعلا. يعني أنا جربتها أكتر من مرة، وطلعت فعلا حلوة وجميلة ولذيذة فعلا، يعني بجد والله. واتاكلت ما قعدش فيها. جربيها ومش هتندمي ومش هتبطلي تعمليها فعلا. ومنجزة معاكي، تنفع في رحلات، تنفع معاكي في المدارس، تنفع معاكي في أي وقت، وتنفع معاكي غدا عشاء، تنفع معاكي سندوتشات. يعني جميلة واقتصادية وسهلة وموفرة عليكي.
شكّلنا كل الكمية بتاعتنا، حطيتها سخّنت الفرن حطيتها، طلعت معاكِ زي ما أنتِ شُفتيها في البداية جميلة، 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 يا ريت تجرّبيها فعلًا ومش هتبطّلي تعمليها. عملناها يعني كوباية عدس، كوباية فريك كان منقوع، وكوباية العدس كانت طبعًا مستوية يا جماعة. أنا كوباية العدس غليتها الأول وخلّيتها استوت، وبعد كده البرغل أو الفريك بتاعي كنت ناقعاه قبلها بساعتين. لازم يكونوا الاتنين منقوعين يا جماعة. ادي كل الكمية ما شاء الله. كانت الكمية كبيرة، يعني رمت، علشان حاطة عدس وبرغل وحاطة بطاطس وحاطة اضافات تاني مع معلقة اللحمة بس. حبيت اقليها طبعا، ما طلعتش حلوة زي ما انا حمرتها في الفرن. يعني تحمريها في الفرن هيكون احلى. هي طلعت جميلة وحلوة، بس لما بتشوي احسن واحلى وافضل. كده شويتها ونص حمرته في الزيت ونص وشويته. كان طراها يعني فعلا كان جميلة ومغذية ومفيدة. ما تنسوناش باللايك وشير القناة، وكومنتاتكم بتسعدني وبتفرحني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.